يعد الغش في الامتحانات من الاختراعات الطلابية التي تسير التطور، منوهين أن مثل هذه الممارسة الخاطئة قد تؤدي إلى حرمان الطالب من الامتحان إن ضبط وهو يستعملها. فتعالوا نتعرف على أحدث وأغرب الابتكارات في هذا المجال والتي لا تتوقف أبدا. عادة ما يأخذ الطلاب قنينة مياه أثناء اجتيازهم للامتحانات، لكن ما لا يخطر في بال أحد أن يتم استغلال هذه العبوات من أجل الغش، حيث يقوم الطلاب بإنشاء ملصق شبيه بملصق العلامة التجارية للعبوة مطبوع عليها كل ما عجز عن حفظه بطريقة احترافية، ثم يلصقه مكان الملصق الأصلي ليصبح بإمكانه الاعتماد عليه بصورة علنية أثناء الامتحان. تداولت بعض المواقع على الإنترنت حيلة ماكرة للغش تعتمد بالأساس على القلم المستعمل أثناء الامتحان، والذي يحمل في داخله معلومات مطبوعة على ورق شفاف وملفوفة بإحكام، حيث يمكن فتح ملفوف الورق بسحبه من باطن القلم بشكل سريع وسهل ومبتكر. تناولت بعض الصحف العالمية طريقة جديدة ابتدعها أحد الشباب في الصين، إذ قام هذا الشاب بتركيب ذراع اصطناعي لتبدو للمراقبين أنها يده الأصلية، بينما الحقيقية تعبث في الهاتف الذكي عن الإجابات أسفل الدرج دون أن يلحظها أحد. من أجل الحصول على معدلات مقبولة، قد تستغل بعض الفتيات مفاتنهن لأجل الغش، حيث تقوم أغلبهن بالاعتماد على وسائل تقليدية مثل البرشام لهذا الغرض، لكنها مخبأة في أماكن غير اعتيادية مثل حلمة الصدر أو الجوانب الطويلة للفخذين، حتى لا يتركوا للمراقبين الذين يكونون في الأغلب رجالا فرصة من أجل تفتيشهن وضبط حالة الغش. شاع استعمال سماعات لاسلكية متناهية الصغر للغش أثناء الامتحانات، لكن ظهرت مؤخرا طريقة غريبة للغش تعتمد في مبدئها على نظارة طبية تحتوي على سماعة لاسلكية متناهية الصغر بلون الجلد في أطرافها، وفي منتصفها كاميرا فيديو لا يمكن رؤيتها إلا بصعوبة شديدة، فعند دخول الامتحان تنقل كاميرا الفيديو ما يقرأه مرتديها في ورقة الأسئلة ليراها شخص آخر يكون خارج الامتحان عبر الكمبيوتر أو هاتف جوال، فيقوم بالبحث عن الإجابات ثم يلقنها للمرتدي عبر السماعات اللاسلكية. في النهاية أتمنى أن ينال الفيديو على إعجابكم، فلا تبخلوا علينا بإعجاب أو تعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، ودمتم سالمين.